قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف مع قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا. وابني في الجزء اللي فات منهاوى بدكترا اللي كان شاكك في معرفة ابنه الغريبة، وقرر يبعت له مهمة يختبروا فيها مع روزالين. وفعلا رايسن راح مع روزالين لجبل المرآة عشان يدخلوا الدنجن اللي دكترا قال لهم عليها. وأما هناك عثر مجموعة من الأقزام واللي عرضوا عليهم يساعدوهم في الوصول للدنجن. ورايسن أول ما وصل للدنجن دي عثر على الزعيم بتاعها واللي كان وحش قوي جدا وبدأ يهاجمهم. ورايسن دخل ضده في معركة كبيرة وكان متفاجئ من قوته، ولكن قدر يهزمه وقضى عليه. ورايسن اللي اتصاب بطريقة كبيرة قعد بعدها يعالج نفسه باستعمال حصاد المانا الخاص بعيلة الجراندال. ورزلين كانت مصدومة إن ساحر زيه قادر يستعمل طريقة زي دي، وقالت إن هو عبارة عن وحش. ومكمل أحداث برايسن اللي بيقوم فجأة من مكانه وهو مش باين عليه أي إصابة، لدرجة إن روزالين اتفاجئت من حركته وسألته باستغراب: أنت ليه مش بتركز في إنك ترتاح وتستعيد قوتك تاني طالما الخطر انتهى؟ ولكن رايس رد عليها وقال لها إن الخطر لسه ما انتهاش، وبدأ يشرح لها إن الاختبار ده لسه ما خلص، وإن اختفاء أي تهديد أو خطر في حد ذاته شيء مش طبيعي، وده أكبر دليل إن في حاجة غلط. ورايس بدأ يفتكر صورة القزم المزيف واستنتج إن حتى عيلة الحراس المزيفة دي كانت جزء من اللعبة دي كلها. فبدأ يحل الموقف زي عادته وبيقول إن طالما النسر هجم عليهم بأقوى فجأة يبقى أكيد في سبب أو قوة مأثرة عليهم، بس حاليا مفيش أي تفسير للي حصل ده. وفي الحصة رايسن بيبدأ يلبس الملابس بتاعته تاني عشان يسيطر على طاقة القتال اللي جواه، وافتكر وش ألبرتو وتأكد إن الترتيبات المتعبة دي أكيد حركات ألبرتو. وفجأة بتظهر كرة طاقة كبيرة بتنور في الجنب جنبهم، ورايس وروزالين بصوا ليها وهم في حالة ذهول واستغربوا وقالوا إنها ظهرت مكان الوحش اللي اختفى. وقرروا يقربوا بعدها ويشوفوا إيه الحاجة اللي الوحش ده كان بيحميها. ورايسن اتصدم لما عرف الشيء اللي قدامه وسأل نفسه: مش ده حجر تنين البرق؟ وده حجر سحري بيطلع منه كهرباء ذهبية، وان الحجر ده المفروض انه منقرض وكان بيستخدم عشان يختموا بيه تنين البرق اساسا. وفضل الحجر ده ينور قدامهم في الضلمه بطريقه مرعبه. ورايسن افتكر السجلات اللي كانت بتتكلم عن تنين ذهبي عملاق، وان تنين البرق ده ما ظهرش ابدا في القصه الاساسيه وكان مجرد اسطوره في خلفيه الاحداث بس. ورايسن افتكر ان جبل البرق ده كان ليه علاقه برضه بتنين الرعد في القصه، وان اكيد ده اول خيط هيفهمه اللي بيحصل. وبدأ يفكر في المعركة الإجبارية اللي خاضها مع الحارس، وبص لحجر التنين البرق وقرر إن الجايزة دي كبيرة جدا مقارنة بالمخاطرة اللي حصلت، وإن أكيد في حاجة مخفية في الموضوع. ورزين قالت إن الحجر ده فيه طاقة غريبة جدا، ورايسن وافقها وبيفكر في نوايا ألبرتو. وفجأة الحجر بدأ يتشقق ويطلع منه صواعق كهربية، ورايسن اترعب لما فهم الحالة المرعبة والمكان ده كله وهمي ومصنوع بالسحر أساسا. وبدأ يصرخ في روزالين بأعلى صوته وطلب منها تجري فورا وتخرج من هنا. وروزالين جريت تحت المخرج بس اتفاجئت بحاجز طاقة سد الطريق، وقالت إن المخرج اتقفل بحاجز بيمتص طاقتها، وإن حتى قوتها اللي هي 4 نجوم مش قادرة تكسره. ورايسن كان متعصب جدا من اللي بيحصل وده يفكر في حل، ولكن فجأة جات له فكرة وقال إنه بدأ يفهم ونادى على روزالين تاني وهي بتحاول تكسر الحاجز بكل قوتها، وقال لها لو الحاجز ده اتكسر ما تبصش وراها وتجري لبره فورا. ورايسن فهم من ألبرتو كان متوقع تفكيره وعمل ليه إجبار أو ضغط نفسي عشان يحس بإنه لازم يهرب ويسيب الحجر. ورايسن ابتسم بسخرية لما عرف إن ألبرتو خلى الحجر يظهر كأنه فخ عشان يجبره يتخلى عنه. ورايسن فعل سحر القطار المتوسط بتاعه وفهم ده الاختبار النهائي، وإن هو يا إما ياخد الحجر يا إما يهرب ويخسره. وكاس مقدسة بدأت تصرخ وتحذره من المنع بتاعته خرجت عن السيطرة وإنه بدأ يفقد وعيه، بس رايسن بكل إصرار مد إيده هو لنفسه إن ما يقدرش يسيطر على الكنز ده ملوش حق يورثه. هو لما إيده قربت تلمس كرة الطاقة الذهبية رؤيته بدأت تضعف وتختفي، وفجأة هو سمع صوت بيقول له يصحى. وراسم فاق ومش فاهم هو فين، ولقى روزالين ماسكة في هدومه وعمالة تضربه عشان يفوق، وهو مستغرب وبطل منها توقف. وراسم قعد بعدها وهو لسه متشتت وسأل احنا فين، وردت عليه وقالت له ان هم قدام جبل المرآة. ورزالين وقفت وكانت محرجة وقالت له كانت محتارة بين انها تنقذه او تهرب وتنجد نفسها، واعترفت بان لقب شخصيتها القديمة كانت هربت وسابته. ورزالين قالت له بجدية ان المرة دي هي قررت تصدق كلامه. وريسن استغرب وسألها كلامه هو ازاي،
وفي لحظتها افتكر اللي حصل. ونرجع بالزمن شويه وشوف رايسن وهو ماسك حجر التنين البرقي ده، والروزالين تهرب من غير ما تبص وراها لو الحاجز اتكسر. وروزالين افتكرت لما هي هربت وشافت جسم رايسن طاير في الهواء قبل ما ينفجر بسبب طاقه غريبه. ونرجع تاني للحاضر ورايسن استوعب اللي حصل بملامح كلها صدمه، وشاف ذكريات روزالين وهي بتندفع وسط طاقه الفوضى دي عشان تلحقه وتنقذه. وروزالين بتقول لرايسن انها لحقته في اخر لحظه وحضنته وهو بيطير من قوه الانفجار وانقذته، وسالته انت خدت الضربه مكاني ليه صحيح؟ ورايسن قال لها عشان ينقذها، وهي شكرته وقالت له نظهر كده ان في ضلع عندها اتكسر. ورايسن طلب منها تقعد تتامل فورا عشان تستعيد قوتها وان هو يحميها، بس هي رفضت وقالت له انها تعمل كده اما يرجعوا. وفجاه رايسن استوعب حاجه غريبه جدا، وان رغم قوه الانفجار الا انه حاسس بان جسمه سليم جدا، وان جسمه كله متغطي ببرق ذهبي، وفاهم انه امتص كميه منع برق مرعبه جوه جسمه. وفجاه هو استعمل قدره الفضاء الجيبي وفتح فتحه بعديه صغيره قدامه. وراسن كان مصدوم من اللي بيحصل وابتسم بطريقه كبيره، وخرج بعدها حجر تنين البرق واللي كان بيطلع مرق برق بطريقه خرافيه. وروزالين راقبته مش كانت مصدقه وسالته هو اخدها ازاي، ورد عليها وسالها مين عارف يمكن دي ترتيبات عيله مايتو اللي هو. وراسن بيقول انه بدا يفهم وان النسر اللي هجم عليهم كان اقوى بكتير، وده معناه ان الدنجن اتفعلت وبقت اقوى بكتير بسبب الحجر ده. ورايسن شرح لروزالين ان المكان اللي دخلوا فيه كان فضاء وهمي، وان جبل المرآة الحقيقي لسه بعيد عنهم، وان المكان ده كله كان عباره عن سحر اساسا. وروزالين كانت مصدومه وسالته لو في شخص في العالم يقدر يعمل فضاء بعدي بالقوه دي، ورد عليها ولا يعتقد وان ابوه وشويه سحره يقدروا يعملوها. ورايسن بدا يفكر في نفسه ويقول هل ابوه كان يعرف البرتو او كتيل وليه بعته هنا اساسا؟ وافتكر صوره البرتو مؤسس سحر القتال وهو بيهجم على وحش ضخم، وافتكر ان ابوه كان دايما شايف السحر القتال ده علم ناقص، وقرر ان اول ما يرجع لازم يواجه ابوه ويساله مباشره عن الحقيقه دي. وفي لحظتها قبل ما الاتنين ينزلوا هم واجهته مشكله تانية، وهي ازاي هم ينزلوا من الجبل من غير الاقزام اللي كانوا شغالين الدليل بتاعهم، لان الموضوع هياخد وقت طويل جدا وحالتهم هما الاتنين صعبه. ورايسن قرر يعمل دايره انتقال بعديه وقال لها بثقه ان المره دي هي هتظبط معاه. ورسلين كانت قلقانه جدا وسالته لو لسه معاه دواء مارولته المعجزه عشان يعالجها لو حصل اي مشكله في الانتقال. وبعدها بشويه هم وصلوا القريه وهامتون استقبلهم وجاب لرايسن جرعه شفاء عاليه ورحب برجوعه وقال له انه كان قلقان جدا عليه وطلب منه يشربها. ورايسن شرب الجرعه دي وده انه يعاني لان طعمها كان مقرف جدا. وريزالين كانت واقفه جنبه وبص بحسره وتقول لنفسها انها برضه عايزه تجرب وانها عايزه تعرف لو ده سر قوه رايسن. وهامتون سلم رايسن بعدها جواب المركز الرئيسي لعيله مايتون وقال ان ابوه بيستدعيه عشان موضوع مستعجل لازم يتناقشوا فيه. ورايسن بدا يخمن بالموضوع ده ليه علاقه باللي حصل في جبل المرآة. وفجاه ومن غير اي انذار ظهرت هيرا وراهم وقعد قلبهم من الخضه. وهيرا كشفت سر خطير وقالت رايسن انها قادره تشعر بحاجه بتتحرك في الفضاء البعدي بتاعك. ورايسن بعدها دخل اوضته عشان يتناقشوا، كان قاعد بيفكر ازاي هيرا قدرت تشعر بحجر التنين جوه الفضاء البعدي بتاعه. وهيرا حذرته بجديه بان الطاقه دي زي البركان ممكن ينفجر في اي لحظه وهيمثل خطر كبير عليه. بس رايسن ابتسم وقال لها انه اتعود على كده وان دي نقطه القوه بتاعته وان هو هيتخلص من التهديد وهيسيطر عليه. وهيرا كانت مستغربه من اجابته وافتكر جملته انه ما شكش ابدا في سلاله المايتون، وشافت في عيون رايسن هيبه ابوه. ورايسن فضل يتساءل في سره طالما البرتو هو اللي اداله الحجر ده فاكيد هو مش مجرد قنبله موقوته، وان هل فعلا ممكن يظهر تنين برق حقيقي رغم انه ما كانش موجود في احداث القصه الاصليه. ورايسن قعد يفكر بعدها في خصائص عنصر البرق وانه عنصر بيسحب قوته من الصحراء عشان يبقى اقوى، بس في نفس الوقت هو بيسحب منطقه الحياه بطريقه كبيره. ورايسن ابتسم بسخريه وبيفكر ان كل كفاءه العنصر ده مقارنه بقوته الباقيه هي اللي مخليه الموضوع ممتع اكتر. وقف بعدها بملامح كلها ثقه وبيسال نفسه يا ترى البرتو هو اللي اخترع اكتر سحر قتالي مظلوم، وبعدين هو حط ايه بالظبط جوه حجر تنين البرق ده. وبعدها بكام يوم رايسن وصل قصر عيله المايتون وهناك قابل ابوه دكتورا. ورايسن انحنى قدامه بكل احترام، بس دكتورا واقف على السلم قال له جمله غير متوقعه وقال له انه مش جمعه هنا عشان هو يناديه بالبطريرك وطلب منه يناديه بابوه. ورايسن صدم اللحظه من الطلب ده بس رد بهدوء وقال له حاضر، وطلب منه يساله سؤال الاول. ورايسن دخل بعدها في الموضوع فورا وسال ابوه هل كنت عارف مسبقا
باللي انا هاخده من جبل المرآة والدنجن اللي هناك. ودكتور رد بسؤال تاني وسأله انت قصدك ان انا صممت المكان هناك؟ ورايسن اكد كلامه. فدكتور قال له بحده طب تفتكر مين اللي صممه؟ ووضح لرايسن ان السؤال بالطريقه دي معناه انه هو شاكك في حد تاني، واكد له ان مفيش غير شخص واحد بس في العالم يعرف سر المكان ده. ورايسن راقبه وكان عارف في سره بان ابوه عارف اسرار المكان بالكامل، وان هو خصم مش يقدر يستهين بيه. وساله لو متاكد ان شخص واحد بس هو اللي يعرف السر. ولما دكتور استغرب، رايسن قال له ان ممكن يكون في اكتر من شخص. ودكتور صمم ان مفيش غير واحد بس هو اللي يعرفه، وهو الشخص ده اللي لو كان في اتنين دلوقتي من بطريرك عيله المايتون، وان البطريرك الوحيد اللي يعرف. ورايسن قرر يتكلم معاه بصراحه وانه لو فشل هو هيموت من رده الفعل العنيفه لابوه. وسال ابوه لو ما عرفش سر المكان ده. ودكتور استغرب وسال وده يهمه في ايه؟ ورايسن قال له لانك طلبت مني من روزالين انهم يروح الجبل ده، وقلت لي ان نصيبي هيكون مساوي نصيبها، بس اللي اخدته هناك كان حاجه تانية خالص. وراسن استدعى حجر البرق قدامه وسال ابوه لو عارف ايه ده، وشرح له بانه هو حجر تنين البرق الاسطوري. ودكتور بص لابنه ملامح جاده، وراسن قال له انه مستعد يديله الحجر ده لو محتاجه طالما هو بيقول بانه مش هو اللي زرعه هناك. ودكتور ابتسم وشكره وقال له مش محتاجه، وفهم ان ابنه بيحاول يستجوبه بالذوق. وراسن فكر بانه لو اتكلم مع ابوه عن حقيقه البرتو والامور الكتيره اللي يعرفها فالموضوع هيتعقد. فقرر يقول كدبه لابوه يقبلها عقله، وقال له انه عرف شويه معلومات عن طريق احلامه، ويقول له ان كان في ست غريبه بتظهر له وبتقول له انها عندها قلبين، وانها فهمته بين البطريرك الاول عيله المايتون، وانها كانت بتظهر في احلامه بطريقه كبيره. ودكتور اتصدم لما سمع رايس بيقول الكلام ده وقال إن ده مستحيل. وبالليل الدكتور كان واقف قدام الشباك بيفكر في كلام ابنه عن المؤسسه الاولى واللي كان اسمها قيصة مايتون، واتكلم مع هيرا ومساعده وقال ان قيصة ظهرت في حلم رايسن وسأل هيرا عن نبوءة المشعوذة جري. ونرجع بعدها بالزمن شوية وبنشوف مشهد لمشعوذة شعرها اسود ومربوطة في عمود وناس بتصرخ انهم يقتلوها حالا. وهيرا كانت واقفة وسط الحشود دي وشرحت لدكتورة بان جري اتنبأت بسقوط عيلة المايتون، وانها قالت ان الطريقة الوحيدة لمنع الدمار ده هي ظهور وريث حقيقي لقيصة مايتون. والدكتورة كان مستغرب من كلامها وسألها ليه قالت حاجة تانية. وهي بدأت تحكي له وقالت له انها ذكرت صفات الوريث ده، وانها قالت ان هو شخص يقطع السلالة بتاعتهم، وانه يكون شخص متكبر وغبي في الاول ولكن بعد كده هيقولوا عليه انه مجنون وهيثبت العالم كله بانه هو الاقوى. ودكتورة بص بعدها لصورة البطريرك الاول قيصة مايتون وبدأ يربط بين النبوءة وبين كلام رايسن بانه قابلها في الحلم، وبدأ يحس بان ابنه هو المفتاح لكل حاجة. وراح بعدها للفيلا الخاصة برايسن وبنسمع شخص بيتمشى في القصر وبيفتح غرفة رايسن وتظهر عينين حمراء مرعبة، والعينين دي بتكون لبيرسيا الأخت الكبيرة لرايسن. ورايسن اترعب أول ما حس بوجودها وسأل نفسه أخته الكبيرة بتعمل إيه هنا ونتوقعش حضورها. وراقبته وسألته يا ترى أخوها الصغير عمل إيه عشان يجيله استدعاء رسمي من أبوها، وإن كمان هي سمعت بإنه بعلاقة كويسة بعيلة الجراندل. ورايسن مش كان فاهم كلامها واتسأل عن سبب حضورها، وهي دخلت وقالت له مش محتاج يجاوب. وقلت له صحيح هي زعلانه منه وانها سمعت بانه اكتشف غرض مثير للاعجاب، وزعلانه جدا بانه خبى السر ده عن اخته اللي بتحبه، وامرته بلهجه حاده ما فيهاش تفاهم بانه يكشف لها حجر تنين البرق حالا. وراسل سالها ليه عرفت من والدهم، وهي كرهت كلامه وقالت انه دكتوره عمر ما كان فاضي للعيله بتاعته، فاستغلت الفرصه عشان تزوره وتاكل معاه الغدا. وهناك سمعت بالصدفه عن الحجر وسالت رايسن سؤال خبيث وسالته وليه يفتكر ابوها يستدعيها فجاه كده عشان بس يقول لها على الغدا انك اخدت الحجر. ورايسن فهم ان اخته وراها معلومات تقيله وعشان كده ابوه عرفها عشان تتشارك المعلومات دي معاه. واستغرب من صرفات ابوه لانه هو عارف ان بيرسيا مش شخص طبيعي وممكن تعمل كارثه. وبيرسيا قالت لرايسن انه واضح ان هو مش ناوي يتكلم بسهوله عشان كده هي تتكلم الاول، وان ظنه صحيح وان ابوهم ارسلهم لهنا لانها عندها معلومات كتيره. وفكرت رايسن برحله الصحراء بتاعته لما كان عنده 10 سنين، اما هي رجعت ساعتها ومعها اجنحه سلفيد. ورايسن بدا يحل الموقف وفهم المهمه دي ما كانتش مجرد اجنحه، ودي كانت حاجه تانية اخطر بكتير خلت عيله مايتون تخاطر باصطدام مع عيله السيافين. وراسم بص لبيرسيا وقال لها المهمه دي لو كانت خطيره فهي كانت تحافظ عليها سر، وان السبب اللي خلاكي تعلني عن انجازك ده بكل فخر هو ان السيافين وسر السيوف كانوا منتشرين في المكان ده. وبيرسيا ضحكت بجنون وقالت ان هو ذكي جدا وانها عايز تقطع لسان رايسن اللي بيقول كلام ممتع ده وتحتفظ بيه لنفسها.
وراسن اترعب وقعد يترجاه ما تقطعش حاجه منه، وهي ضحكت وقالت انها كانت بتفكر بصوت عالي. وسالها لكن في اكتر من 20 سيد سيف هناك وهل انت قتلتيهم كلهم؟ وبيرسي رد ببرود وقالت له طبعا، وهنا مش هيسيب اي شاهد حي. ويرجع بعدها بالزمن شويه وما يشوف بيرسيا اللي هجمت على معبد السيف وقضت على كل السيافين الموجودين هناك، وواحد من الناجين بيهجم عليها وبيصرخ وبيطلب منها تموت حالا وهنا مش هيسمح لها تنجى. بس بيرسيا كانت بتتحرك بسرعه والسيف ده اتصدم من في ساحر ممكن يتحرك بالسرعه دي، وهو استعمل قوته بعدها وده انه يهجم عليها لحد ما اصابها في جسمها وقضى عليها، وده انه يضحك بعدها وهو واقف وجثة بيرسيا مش كان مصدق نفسه وفاكر ان هو قتل المرشحه الثالثه في عيله المايتون وانه قوي جدا. بس بيرسيا ظهرت بجانبه وكانت استعملت عليه سحر الوهم، ومساعدتها سالتها ليه تسيبه حي وهي اللي تسيبه وانه هيدا انه يضحك لحد ما يموت. ونرجع تاني للحاضر ورئيس نستنتج ان لا الامبراطوريه ولا عيله السيافين قدروا يعترضوا على اللي حصل في المعبد ده، وان اكيد في سبب قوي عشان يعملوا كده وانهم كانوا خافين حاجه. وبيرسيا كشفت له السر وقالت المكان ده كان مخزن لاشياء محرمه تخص الطرفين، وانه كان بيحتوي على جرعات قويه جدا زي مسحوق اليزو. وراسن انصدم بين المعبد متورط في تجاره المخدرات، وبيرسيا وضحت له ان حتى مقاتلين الحدود كانوا متورطين، وعشان كده محدش قدر يفتح بقه لما سيطرت على المكان واخدت الكنوز كلها اللي فيه. وبيرسيا بدأت تحكي بعدها عن المهمة دي وازاي الجثث كانت منتشرة في كل مكان، وان كمان الممنوعات اللي هم كانوا بيصنعوها كانت هتموتها من ريحتها، لدرجة انها كانت متعصبة من ابوها بسبب المهمة دي. وريسن فضل ساكت وملامحه بتتحول للجدية وهو بيسمع الحقيقة المرعبة دي منها. وبيرسيا كشفت له انها خدت كذا حاجة من هناك ولكن من ضمنهم كان كتاب قديم مشفر، وبعد ما يفك تشفيره عرفت السر اللي فيه، وده كان كتاب بيتكلم عن تنين البرق. وتقول له رايسن ان الحجر الموجود معاه دلوقتي عباره عن تنين حقيقي مختوم ونايم، وعشان يصحى محتاج حاجه اسمها عيش تنين البرق. ورايسن استغرب من المعلومه دي وسالها لما هو غالي كده ما رحتيش انت جبتيه ليه؟ وبيرسي ضحكت بسخريه وقالت له ان هو ذكي بس ساعات بيكون غبي، وقالت له لو الموضوع كان بايديها كانت هي جابته من زمان، وانها طبعا مش هتقول عن السر ده بدون ثمن، وانها كده هتخليه منافس ليها. وراسن اتصدم من كلمه منافس بس هي استهزأت بيه وقالت له ان دي كلمه خطيره بس هو لسه مش من مستواها وانه اضعف بكتير منها. وقالت له العش ده موجود في دنجن صناعيه غريبه لا قيود في الدخول والخروج. وراسن اول ما سمع كده نطق اسم المكان وسالها لا تقصد دنجن ورشه السحاب، وده صدم بيرسيا وسالته عرف منين وده مستحيل. وراسن افتكر ان في قصه كاسيان المكان ده كان بيتم استعماله من المعبد وتجار المخدرات، بس طبعا ما قالش كده لبيرسيا وقال لها انه عرف بالصدفه. وراسن بعدها شكر اخته على المعلومه وقال لها انه احضر العش ده، وهي قالت له المقابل بتاعها هيكون الحجر موجود معاها، وهو اعتذر لها وقال لها انه كان محتاج العش ده والتنين اللي فيه. بس في لحظتها بيرسي طلعت طاقه قتل مرعبه وسالته بتهديد تفتكر واحد زيك يقدر يسيطر على القوه دي وياخدها منها؟ وطلب انه يمنحها الكوره حالا، بس رايسن ما تهزش وحرر الطاقه بتاعته ووجد ضغطها بكل ثقه. وبيرسي عجبت بقوته ولا بتسمى مجنونه انت اقوى بكتير مما تخيلت، لدرجه اني عايز اقتلك دلوقتي وان طريقه نموه بتمثل تهديد عليها. ورايس رد عليها بكل ثقه وقال لها انك قد تقدر تعمل كده كانت عملتها من زمان، وان الحجر ده بتاعي وعش التنين برضه يكون كمان بتاعي، وان القوه دي من حقه هو. ورايسن بعد ما هي مشيت قعد يفكر طول الليل واضمن طريقه لدخول الدنجن، وافتكر حكمه بتقول انه لو مش عارف يهرب من الخطر يخليه قريب منه، فقرر يكتب رساله لاكتر شخص يمثل خطر عليه وفي نفس الوقت وصديقه المقرب كاسيان. وروح لكاسيان اللي بيقرا رساله رايسن وهو كان فرحان جدا اول ما قرا الرساله دي وعرف ان رايسن عايز يجي يزوره، وراح بعدها لابو جارسيا وقال ان رايسن عايز هو ولوديا يروحوا معاه لدنجن ورشه السحاب الموجوده في منطقتهم. وهو كان مستغرب من الحوار وساله شك لو انت موافق، وبيقول له انه بيعتقد انه حتى لو حاول يمنعه فهو يروح برضه. وكاسيان قعد قدامه وقال له ان في سبب يمنعه انه يروح معاه، وهو حذره وقال له ان ممكن دي يكون خدعه من عيله المايتون بسبب العداوه القديمه ما بينهم، وساله لو لوديا ورايسن اتفقوا يقتلوك هناك هتعمل ايه، وانهم كده استفردوا بيه. رايسن اتعصب جدا من كلامه ده ورد باصرار وقال له ان طريقته في الحياه بتقول ان الجميل بيترد ضعفين وان الكراهيه بتترد 10 اضعاف. والاب ضحك وساله لو معنى كده انه مش هيقبل قراره، بس كاسيان كمل كلامه وقال له انه لحد دلوقتي ما شافش من رايسن اي حاجه فيها كراهيه ناحيته، وبيقول له ان عشان كده هم يحطوا رهان ما بينهم، وانه دلوقتي هان صديقه قدامه، وانه لو راح معاه الدنجن دي وما حصلش حاجه او اتاذى فبيطلب منه انه يعتذر له.
وفضل واقف قدام ابوه كل شموخ ومستني رده ومصمم بانه يثبت ان رايسن مش خاين. وجارسيا اتصدم لما شاف صراحة ابنه وقال لصاحبه، وفجأة انفجر في الضحك ومسك راسه وقال له الظاهر ان انا زعلت ابني. وجارسيا ابتسم وقال له انت عندك حق، وانه هيوافقه، بس في سره كان لسه مش مآمن لرايسن مايتون، وقرر بانه مش هيحكم غير لما يخلص تحقيقه الخاص. فكر كايسن ان في يوم من الايام وهيكون السيف اللي هيقطع عيلة المايتون لو لزم الامر. وكايسن اكد له انه مش هيتردد لو كان في سبب عادل. وراح بعدها بكام يوم وسط الغابه وبشوف روديا اللي بتستقبل كايسن اول لما وصل، وهي بتقول له ان بقى لها فتره كبيره ما شفتوش لدرجه ان نسيت شكله. وكايسن كان لابس درعه بالكامل وسلم على رايسن ودخل في الموضوع فورا وساله يعرف مكان دنجن السحاب. ورايسن فرد الخريطه قدامه وشاور على نقطه وقال له طبعا وان الورشه هنا وانها موجوده في الحوض الشمالي تبع اراضي عيله ساد. وكايسن اتصدم وعينه احمرت من الغضب اول ما عرف المكان. وده يسأل رايسن لو متاكد من المكان ده وانه كانش يعرف ان في دنجن صناعي موجود في منطقه زي دي. ورايسن استغرب من ردة فعله وقرفه من المكان. وكايسن بيقول له بعدها ان المكان ده هو عار عيله السب بتاعته، وانها مدينه بيحكمها ملكه العقارات هانكر، وان الشوارع هناك عباره عن مدمنين ماشيين وسط دخان اخضر سام والجرائم ما بتخلص. ورئيس شرح لقيسن بانه عارف وانها مدينه متعه وترفيه بس خطيره جدا ومفيهاش اي حمايه. وقيسن قال له انهم عشان يروحوا هناك بمفردهم دي فكره خطيره، وانهم يفكر ان هو يجيب جيش من مقاتلين العيله بتاعتهم، ولكن هو بيظن ان ده مش حل عملي عشان مهمته. ورئيس قال له فعلا وان تحريك قوه كبيره زي دي هيتم تفسيره كاعلان حرب على هانيكر. وريد اقترح بغباء انهم يبعتوا جاب لهانيكر يستاذنوها، بس رايسن رفض تمام فكرتها وقال احنا ورثه اكبر عيله سحريه وعيله سيفين في العالم، وان هم لو بعتوا له رساله بيستاذنوا فيها يبقى بينهين شرف عيلتنا كده. وقيسن وافق وقال له فعلا، وقال له مش هينحنوا ابدا لهانيكر وانها مجرد حقيره ممكن يصحى في اي لحظه. ورايسن بص قيسن باعجاب وقال في نفسه انه فعلا بطل حل القصه زي ما متوقع. وقيسن اعلن بعدها خطته بملامح كلها ثقه وقال لهم انهم يدخلوا من باب الرئيسيه ويخرجوا منها ومش محتاجين نبلغ حد بوجودنا، وان هم يتعاملوا مع اي مشاكل. وفي مكان تاني بيرسا مايتون كانت قاعده في غرفتها وبتشرب الشاي وبيدانا تضحك بخبث، وكانت فخوره بالمعلومات اللي استلمتها بالظل بتاعها الرايسن لانه فكر صح وراح مع كاسيان عشان يحمي نفسه. وبتقول ان واضح انها تضطر تصعب له الامور شويه. وراح بعدها لقلعه ملكه العقارات وشوف هانيكر واللي كانت بنت غريبه بشرتها سمراء وشعرها اسود طويل، وهي بدنا تشرب من الجرعات بتاعتها اللي بتطلع دخان اخضر مرعب. وخادمه ديف كان بترعش وهو بلغها ان جوده الاعشاب اللي هم بينتجوها قلت. وهانيكر امر ببرود انها تقطع راس المزارع اللي كان بوردها بقاله 7 سنين، وقالت له ان الجوده هي اللي بتخلي الزبائن ترجع لهم تاني وانها مش هيسيب جرعه زي دي تدمر ثقتهم فيها. وديف بلغها ان في رساله صحيح وصلت من ساحره النار بيرسيا. وانيكر ضحكت وقالت ان بيرسيا مالها السلطه هنا، اللي دي اراضي عيله الساد. وانيكر فهمت ان بيرسيا محتاجه حاجه وسالته عن اللي بيحصل. وديف قال لها انها بعتت رساله بتحذرهم فيها ان ابن عيله المايتون وعيله الساد وصلوا عندهم وانت لو لمستهم فيها تقتلها. وانيكر ضحكت وقالت الواخده دي بتستفز كرامتها وعشان تقتل الاطفال دول بنفسها وانها تعمل كده. بس ديف اقترح خطه اغبس بكتير. وديف قال لها بدل ما نقتلهم احنا نستقبلهم باحسن ضيافه، وان واحد منهم هو وريث عيله المايتون اللي معروف عنه انه مجنون، ولو طلعت اشاعه انه كان بيقضي وقته في بيوت الترفيه هنا فسمعه عيله المايتون هتنزل لسبع ارض والولد ده هيتدمر اجتماعيا وعيلته هي اللي هتقضي عليه بنفسها. وهانيكر كانت بتسمع كلام ديف ومبسوطه جدا بذكائه وقالت بضحك خبيثه ان ده يكون ممتع وانها عايزاه يتجنن من العقارات اللي عندهم وانها خطه ذكيه جدا وضربه كبيره لعيله المايتون. وسالت عن الشخص التاني اللي معاه وديف قال لها ان احتمال كبير يكون وريث عيله السيد، وحذرها ان قيصر عبقري وان لو حصل له اي خدش العيله مش هتسكت وهتنسف المكان كله من على الخريطه. ونيكر قالت له ان ده مش طبيعي وشكت ان بيرسيا ورا خطه تانيه. وديف اكد لها ان في كلام بيتقال عن حرب وشيكه بين عيله الساد وعيله المايتون، وهي قالت له طيب وان هم لازم يستغلوا الوضع ده. وفي الوقت ده رايسن وقيسن وروديا كانوا قاعدين حوالين النار اول لما وصلوا بالقرب من المنطقه. وقيسن سال رايسن سؤال مباشر خلاه يجمد مكانه وساله لو في صراع فعلا بين عيلتنا وعيلتكم انت ناوي تعمل ايه. ورايسن اتصدم وبدا يفتكر احداث الروايه الاصليه وافتكر ان دكتور ابوه قتل ولي عهد عيله الساد من زمان، والمصيبه ان دكتور ما كانش يعرف هو قتل مين
وحتى الولد نفسه ما كانش يعرف إنه هي ابن جارسيا ساد لحد لحظة موته، وإن عشان كده العيلتين بيكرهوا بعض جدا. وبيقول إن أم الولد ديدان اللي مات ده خبت هويته عن أبوه عشان تحميه، ولما حس بالموت قرب منها بسبب مرض النقط الزرقاء راحت تدور عليه، بس لقت دكتورة قتله بالغلط. وراسن كان مرعوب من الحقيقة دي وبيتخيل قصر عيلة الميتون وبيتحرق والجثث في كل مكان لو الحقيقة كشف بالكامل زي الرواية، وإن ده هيبقى أمر سيء جدا. راسن كمل كلامه وقال له إنه بيحس بإنه يتقدم من أبوه كل ما سيرة عيلة الميتون بتيجي وهو مش فاهم ليه. وراسن كان بيفكر إزاي يخلي قيسن حليف ليه عشان يمنع الكارثة دي من المستقبل، وقالوا بجدية إنه ما يعرفش كل التفاصيل، بس الأكيد إننا لازم نعمل كل اللي علينا في مكاننا. وغيسن قال له إن لو حرب قامت فالحوار هو الأولوية، بس مش كل حاجة بتتحل بالكلام. وريس رد عليه بإصرار وقال له إن اليوم ده جه ويكون العصا السحرية اللي سند على عيلة الميتون. وقيس رد بإصرار وكمان وقال له وإنه هيكون سيف عيلة الساد اللي بيحمي شرفها. وفي الآخر رايسن حاول يلطف الجو وقال له المهم نحارب بشرف، وإن القلق مش هيغير حاجة دلوقتي. وجايسن ابتسم وقال له شكرا، وإنه جد مبسوط إن هو صاحبه وإنه سعيد إنهم حلوا الموضوع ده. وفجأة بتظهر شاشة النظام قدام رايسن وبتقول إن البطل قيسن ساد مر بتغير عاطفي كبير، وحاليا هو يعتبر تجسيد هيلديكس. ورايسن أول لما سمع اسم هيلديكس ده صرخ جوه عقله من الرعب وبيقول يا ترى مين هيلديكس ده واللي اتغير في قوة قيسن بعد التحول ده، وإنه مش فاهم. وفي لحظتها رايسن افتكر أخيرا مين هو هيلديكس، وبيقول ده كيان رمزه العين اللي جوه مثلث، وإن هدفه الوحيد في الكون هو تدمير كل حاجة موجودة، وإنه معروف بحاكم الدمار. ويقول مش متخيل إن قيسن الصديق الوافي المبتسم ده هو في الحقيقة تجسيد حاكم الدمار. الإيد الشيطانية بتمتد للأرض بكل شر عشان تدمرها. وراسم بيقول المصيبة الأكبر النظام طلع إشعار بيقول إن تجسيد هيلديكس بدأ يعتمد عاطفيا على صديقه رايسن مايتون. ورايسن وقف متجمد مكانه ومش مصدق إن حاكم الدمار نزل في جسم صاحبه، وإن مستقبله ومستقبل العالم كله بقى مربوط بعلاقتهم ببعضهم. وبعدها بكام ساعة وهم ماشيين في الغابة رايسن لاحظ إن في ترتيبات غريبة في الحوض الشمالي، وفجأة ظهرت مجموعة ب6 أشخاص لابسين عبايات سوداء وماسكات بيضة، وقائدهم ديف بدأ يسقف لرايسن ويمدح في ذكائه وبيقول له إنه فعلا وريث عيلة الميتون. وقيسن وقف قدام رايسن بكل شجاعة وطلب منهم يقلعوا الماسكات دي. ورايسن قال في نفسه إن البطل فعلا يعتمد عليه في الموقف اللي زي دي. وقائد ديف ادعى إنهم الحرس الشخصي لهانيكر ملكة العقارات هنا، وإن هويتهم لازم تفضل سرية، وانحرب احترام لرايسن بس الجاهل وجود قيسن. وده خلى رايسن يفهم إن أخته بيرسيا هي اللي سربت المعلومات وخبت وجود قيسن قصد عشان توقعهم في الفخ. ورايسن ابتسم ابتسامة شريرة وعيونه بتلمع وقال لهم شكرا على ذوقكم، بس اللي مش حرس مع ديف يقلع الماسك فورا واللي انا هقطع صباعكم كلها. وكل اتصدم من لهجة رايسن العنيفة وحذر ديف انه يدفع ثمن محاولة خداعه وانه ما يقدرش يخدع ابن عيلة الميتون. وراسم بعدها مد ايده لديف وطلب منه يهدى وانه بيهزر معاه وكان عايز يسلم عليه وبيعرفه انه هو الامير السابع لعيلة الميتون. وديف كان مستغرب من التحول الغريب اللي هو بيمر بيه ده ومد ايده مطمن عشان يسلم عليه، بس في لحظة واحدة رايسن ضغط على ايده بكل قوته ودمر ايده بالكامل. وراسن قدر بكل سهولة انه يكسر ايده لدرجة ان ديف وقع على الارض وبصرخ من الالم. وقيسن وروديا وقفوا مذهولين من قسوة رايسن المفاجأة واتسألوا بيعمل ايه، والحراس اللي وراه بدأوا يترعشوا من الخوف لما لقوا الشخص اللي قدامهم ده مختلف تماما عن الاشاعات اللي سمعوها عنه. ورئيس زعف الحراس اللي وراه وامرهم يقلعوا الماسكات فورا، وفعلا ما قلعوها هما بيموتوا من الرعب منه. وهنا كانت المفاجأة، والناس دي ما كانوش محاربين ولا سحرة، وان دول كانوا صحفيين ومعاهم كاميرات وادوات كتابة. ورئيس فهم اللعبة فورا وان دي خطة هانكر الخبيثة، وان هانيكر كانت عايز الصحفيين دول يصوروا رايسن وهو في اوضاع مخلة او في بيوت المتعة في الحوض الشمالي عشان تنشر الصور دي وتدمر سمعته وسمعة عيلة الميتون بالكامل في المجتمع. وان رايسن قعد يحل الموقف وقال لو هو دخل الحوض الشمالي واتعامل بذكاء وضيافة مع هانيكر، فالصور اللي الصحفيين ياخدوها هتحكي قصة تانية مختلفة والناس هتصدق اللي شايفاه، وان الصحفيين مش محتاجين يلفقوا قصص وما بس يصوروا وهو مبسوط مع هانيكر في اماكن المتعة بتاعتها. وساعتها حتى عيلة الميتون مستحيل تتدخل بالمخابرات بتاعتها لان ده تكون حياة مرة. ورايسن بص للقائد ديف اللي كسر ايده وقال له بلهجة مرعبة انه لو قال انه ما عرفش ساب وجوده هنا تاني وهيكسروا العمود الفقري بتاعه. وفجأة
ظهر شاشة النظام قدامه، وأكدت الرايسن بإن الشخص ده مش ديف الحقيقي، وده مجرد محارب مستوى منخفض اسمه ديورون. ورايسن ابتسم بطريقة شريرة وقال لديورون إن ديف الحقيقي هو اللي اتحمل مسؤولية لو فضلوا هم يخدعوه، وبعت رسالة تحذيرية لديف اللي كان بيراقبهم عن طريق غراب، وقال له إنه قدامه 3 دقايق بس يظهر هنا، وإلا كل الموجودين في المكان ده هيتحملوا مسؤولية وهيموتوا قدامه. وديف الحقيقي كان بيراقب كل حاجة من خلال بلورة سحرية، وكان ميت من الرعب لأن رايسن كشف كل حاجة وجري بأقصى سرعته، وهو بيفتكر خطته الأصلية إنه يخضر رايسن ويهينه قدام الصحفيين. بس الموقف دلوقتي خرج عن السيطرة تماما، وإن ديف نط بسرعة من القلعة وجري على رايسن ورمى نفسه على رجله قدامه وبطل منه يسامحه، وإنه ما كانش عايز يعمل كده. وراسل راقبه وسأله ببرود تفتكر هانت عيلة المايتون هتعدي بسهولة كده؟ ومن غير أي كلام ديف طلع سكينة وقطع صبعه الشمال بالكامل قدام الكل كنوع من الاعتذار لرايسن. ورايسن راقبه وبمنتهى البرود ومش كان متأثر من بشاعة المنظر، وقال له إنه يقدر يعتبر ده اعتذار مناسب، وبص لصبعه المقطوع وقال له إنه يسمح له يركبه تاني، وإنه لو حاول يهينهم بالطريقة دي تاني فهو مش هيكتفي بمجرد صبعه. وديف شكره وهو مذهول من برود رايسن اللي مش طلع فعلا زي الإشاعات عنه. وديف عرب بعدها عليهم إنه وصلهم لهانيكر، بس رايسن رفض بحدة وقال بصوت عالي يخلي الصحفيين دول يكتبوا وراه بسرعة، وقال لهم أنا ماليش شغل مع ملكة عقارات هانيكر، وإن أنا جاي هنا عشان نخلص مهمة لأبوه ديكترا ويرجع تاني. وأول لما اسم ديكترا رئيس عيلة المايتون اتقال الصحفيين اتجننوا لأن ده خبر هز الإمبراطورية بالكامل. وديف كان مصدوم من كلام رايسن وسأله لو أبوه فعلا بعته لهنا عشان مهمة موجودة على أرضهم. وهنا رايسن اتدخل وقال له دي مش أرضكم وإن دي أرض عيلة الساد. وديف فهم إنه لو حاول يعطلهم دلوقتي تاني يبقى بيعادي رسميا ديكترا وجارسيا ساد مع بعضهم، وده انتحار رسمي. فاعتذر وانسحب هو ورجالته فورا وسابوا رايسن واصحابه يكملوا طريقهم. ورايسن ابتسم ابتسامة ثقة لأن كل حاجة مشيت زي ما هو خطط بالملي، وإنه كسر هيبة الحرس وكشف الصحفيين واستعمل اسم أبوه كنوع من الدرع عشان يدخل الدنجن من غير ما هانيكر تقدر تلمسه. وبعدها بشوية بيروح لقلعة هانيكر، وهانيكر كانت بتسمع تقرير ديف وهي مش مصدقة اللي بيحصل، وبتقول مهمة لديكترا هنا وإن المكان ده مفيهوش أي نوع من المهمات أساسا غيرها هي. وهانيكر بدأت تفكر في كلام رايسن وضحكت بذكاء وقالت إن كلام رايسن عن أبوه ديكترا إنه حضر هنا عشان مهمة خاصة بيه كذب واضح، وإن ديكترا بيكره المكان ده وإنه ما كانش تبع عيلة الساد كان نسفه من زمان أساسا. ودي في حل الموقف وقال إن رايسن ذكي جدا لأنه هو لما نادى ديكترا بكلمة أبوه بدل بطريار ده معناه إنه بيتحرك كابن بيحاول يثبت نفسه مش كتابع للعيلة، وده بيديله مساحة للغدر أو المناورة. وهانيكر كانت ميتة من الضحك ومعجبة جدا بذكاء الولد ده، وقررت إنها تروح تشوفه بنفسها، وقالت إنها عايزة تخليه تابع ليها وإنه مثير جدا للاهتمام وهي عايزة تشوفه. ودي فينا حذرها إنه عيلة المايتون وطلب منها تتوقف وما تتدخلش، ورد ببرود عليه وقالت له إيه يعني، وإنها مهتمة برايسن اللي خلى كاسيان ساد عبقري القرن يبان جنبه كأنه شخصية ثانوية. وراح بعد رايسن ومجموعته اللي كانوا بياكلوا في مطعم، وكايسن بيقول إن الأكل هنا طعمه خيالي جدا وإنه أول مرة ياكل أكل زي ده. وريش شك فورا وقال إن ده غريب وإن هم الزبائن الوحيدين موجودين هنا والأكل ممتاز جدا كأنهم مصمم لنا مخصوص. وفجأة النور اتطفى وظهرت دائرة سحرية عملاقة غطت المكان بالكامل، وباب اتفتح ودخل بنت صغيرة بملابس متقطعة وشعر أبيض وعيون حمراء، وقالت إنها اسمها سيلفيا. وكايسن ورايسن بدأوا يحلوا البنت دي بذكاء وقالوا ملابسها متسخة بس صحتها وشكلها أنضف بكتير من إنها تكون بنت فقيرة بتعمل مهمات ومشاوير لأمها زي ما هي بتقول. ورايسن واجهها واعترف بالحقيقة وقال لها إحنا جوه دايرة وهم سحرية تبعها وإن أنت مش مجرد طفلة. وكايسن بص لرايسن بنظرة فيها إعجاب وقال إنه كمان شايف اللي هو شايفه وما توقعش ده أبدا. ونرجع بالزمن شوية وبشوف كايسن وهو طفل رضيع وإنه كان بيشوف شاشات نظام زرقاء زيه زي رايسن، وإنهم قلبوا جارسيا على القدرة دي وسمى القدرة بعين الحكمة الخارقة، بس الحقيقة إنها كانت لعنة وإن حتى أهله وأمه كانوا بيخافوا منه ومن نظراته اللي بتحلل كل حاجة لدرجة إنها بتعرف مشاعرهم أو أي حاجة بيفكروا فيها. وإن كايسن عاش طفولة وحيدة وكل بيهرب منه بسبب القدرة دي. وفي اللحظة دي كايسن ابتسم في سره وهو فرحان من قلبه إنه لقى شخص زي رايسن شبهه بيشوف العالم بنفس الطريقة وبيخافش منه. والطفلة سيلفيا دي بدأت تضحك بابتسامة خبيثة وهي بتبص لرايسن وكايسن
وبتقول في سرها إن هم كشفوها، وفجأة انفجرت طاقة حمراء غامضة غطت المكان كله. الطفلة اتحولت لبنت كبيرة جميلة جدا، وقالت لهم بكل ثقة إن أنا هانيكر وإن أنا مسيطرة على الحوض الشمالي. وريسون وكايسون في مذهولين، وكايسون كان مستغرب واتساءل هل ده سحر تغير شكل ولا إيه بالظبط. وفجأة هانيكر رجعت تاني شكل الطفلة الغريبة، وبدأت تهزر مع كايسن وبتقول له هو سيد عيلة السيد الصغير مهتم بالشكل ده وإنه ذوق غريب جدا. وريسون وكايسن بصوا لبعضهم ومش عارفين يردوا عليها يقولوا لها إيه من صدمته في شخصيتها الغريبة. وريسون بعدها واجه هانيكر وسألها لا كانت عاملة دايرة الوهم دي عشان تقتلوا الغرباء اللي زيهم. وهانيكر اعترفت دي كانت الخطة فعلا، بس قالت بأسف إنها مش قدرت تخضع بقرة زيهم. وغيسن وضح لها الغلطة اللي وقعت فيها وقال لها لو عايز تخدعنا بالوهم ما كانش المفروض تخلي الأكل طعمه حلو كده، وإنه مستوى عالي جدا على حانة حقيرة زي دي. وهانيكر ضحكت وقالت إنها فخورة بمدح قيسن، بس ملمحها قلبت شر وقالت إنها تضطر تقتل كل السحرة اللي صمموا الدايرة دي لأنهم فشلوا في إخداعهم. وريسن سألها طيب اللي خلاكي تظهري طالما اتكشفتي، هل ده مجرد فضول ولا هي مخبيه حاجة؟ وهانيكر ما ردتش عليه وسألته سؤال مباشر وقالت له هل فعلا المكان ده فيه مهمة دكتورة، وطلب منه يجاوب بأيوة أو لأ. وريسن فضل ساكت لحظة وقال إن الغباء إن الشخص يكذب باسم دكتورة وإن ده فعلا متهور جدا وإنه مش غبي أو متهور. وهي ضحكت وقالت له إنها سمعت إنه هو غبي ومتهور في نفس اللحظة وتطلب منه يجاوب على سؤالها تاني. ورسم بكل برود قال لها ان الاجابه هي نص حقيقه ونص كذبه. وهانيكر اعجبها جدا برد ده وفهمت اللعبه ان دكتوره ما قالوش ان المهمه دي لازم تتاخد دلوقتي او انها موجوده في المكان ده، او طلب منه يروح يخلصها وانه بيستعمل اسمه بس بدون داعي. وراسن كان مصدوم بان هانيكر بتنطق اسم ابو دكتوره كده من غير اي القاب، وده اكد انها شخصيه مش عاديه ولا تقولها في العالم ده وجريئه. وهانيكر بدات تتمشى حواليهم وقالت ان في حاجه غريبه بس، وان الاشاعات بتقول ان امير السابع لعيله المايتون انه فاشل وبيحب البنات والاكل من صغره، بس اللي شافاه دلوقتي انه شخص عادي جدا وعينيه صافيه والمنى بتاعته مستقره، وانها بتظن انه مجرد سحر طبيعي، ولكن دي طبعا خدعه كبيره وانه مش طبيعي. ورئيس انسان ببرود يعني انت خاب املك فيا. وهانيكر دنيتها تضحك وبصت له بعيون كلها شغف واهتمام وقالت بكل صراحه بالعكس تماما، وانها حبته جدا وان هي معجبه بيه وبالطريقه اللي هو خاف بيها الاسرار بتاعته، وانها قدرت تحس باسرار خطيره هو خفيها وهي عايز تعرفها. وهانيكر قعدت بعدها وطلبت من ريسن بفضول يحكي لها ايه هي مهمه الدكتور هنا بالظبط، وقالت له انها تسمعه حتى لو هي مش مصدقاه. وريسن بص لقيسن وقال له ان هم موجودين في الحوض الشمالي ومحتاجين مساعده هانيكر في النهايه. وهانيكر حذرت ريسن ان كونه الامير السابع لعيله مايتون مش هيدوله حصانه هنا وان كل حاجه تحت امرها. بس ريسن رد عليها بذكاء وقال لها ان عينيها على حجر التسجيل الموجود معاه. والبنت ضحكت جدا وقالت له الموضوع باين كده، واعترفت بان ريسن الثقه بتاعته مرعبه، واكدت له ان شكلها الطبيعي اللي هو شافه بيها ومجرد وهم هي صنعته. وريسن قرر انه ما يرخيش دفاعه ابدا لانه مش واثق مين بالظبط، لانه هو فهم انها قدرت تغير شكلها. وهنكر بعدها عرضت عليه العرض بتاعها وطلب منه يديها حجر التسجيل وهي تديه اللي هو عايزه. وريسن قال طيب وبدا يكلمها عن وجهتهم وقال ان مهمتهم في ورشه السحاب. بس فجاه هي سكتت تماما والجو اتغير، وريسن وقيسن حسوا بنيه قتل مش طبيعيه خارجه منها. اول لما سيره الدنجن دي ظهرت وسيلفيا سالتهم بغضب انتوا عرفتوا المكان ده منين وان مفيش ورشه بالاسم ده هنا. وريسن ابتسم واستفزها وقال لها لو عايز تقتليني جربي، وسالها لو كانت اخته بيرسيا هي اللي بعتتها، وده خلاها تضحك بسخريه وقالت له مش بتخاف من دكتور نفسه فمش خاف من بيرسيا ومستعد تشتغل معاها. وريسن حذرها انها تتكلمش بغرور كده لان اتباع بيرسيا المخلصين موجودين هنا في المدينه عندها، وسالها بشكل اكيد ملكه زيها حاسه بيهم ولا مغفله وممكن تموت في اي لحظه. وريسن قال في سره انه طبعا ده كده وانه بيستعمل بس اسم بيرسيا عشان يخوفها. وهانيكر بصته بخبث وسالته هعرف كلمه كاذب وشرحت له ان معناها هو كل حاجه فيه وان اي حاجه بيقولها هي عباره عن كذب. وريسن استغرب لان نشكا بتتكلم بالطريقه دي في الروايه، بس افتكر ان في صديق قديم ليه كان بيستعملها قبل كان بيكلمها. وهانيكر بعد تحدث ريسن يثبت ان اتباع بيرسيا موجودين هنا فعلا. وريسن رد عليه ببرود وقال لها انه مش محتاج يثبت اي حاجه وانها تصدق او لا دي مشكلتها. وهانيكر اكدت له ان هم دلوقتي في دائره سحريه معقده ومفيش غيرهم الاربعه في المكان ده والمفروض هم يتعاملوا معاه باحترام. بس ريس رد عليها بذكاء فكرها بحاجه مهمه
وقال لها إنها قالت إنهم جوه الدايرة محبوسين، ولكن المفروض هي مش تنسى إنهم عيلة المايتون وإنهم أسر السحر في العالم ده كله. ورايسن حاول يستفز هانيكر وقال لها إنها مش حاسة بالمخترقين الحاجز بتاعها من بعيد، بس ردت عليه بمنتهى الثقة إن مفيش حد بره يقدر يخترق الأوهام بتاعتها. ورايسن عرض عليها رهان وهانيكر قبلت وقالت له إنها عندها رهان جيد جدا وإنهم اللي قدروا يهربوا من الدائرة السحرية دي، فهي تصدق كل كلامه ومش هتسأله عن سبب ذهابه لورشة السحاب، بس لو فشلوا خلال 24 ساعة فالموت هو اللي مستنيهم. ودانت تضحك بطريقة خبيثة وطلبت من رايسن يهدى وقالت إنها مش عايزة رايسن يموت لأنه من عيلة المايتون وده هيعمل لها مشاكل، فلو ما عرفش يهرب هو الوحيد اللي تنقذه، بس في المقابل أنا لو أنقذتك هتبقى تابع عليا طول عمرك. وفجأة الدوائر السحرية الموجودة تحتهم نورت والمكان اتحول تماما، ورايسن وكايسن وروديا لقوا نفسهم محبوسين جوه الدائرة السحرية دي والأشكال بتتغير باستمرار. ورايسن بدأ يحل السحر ده وقال إن السحر ده مستوى عالي جدا لدرجة إنه ملوش مسار ثابت يقدر يستعمله وإنه كل شوية بغير هيكله. ورايسن قدر إن اللي صمم السحر ده لازم يكون ساحر من الدائرة السبعة على الأقل وإن تكلفته عدت 500 مليون عملة. ورايسن رغم إنه عنده العلم المقدسة إلا إنه ملقاش ولا ثغرة واحدة يقدر يهرب منها، وقال في نفسه إن أي حد يدخل المكان ده مصير الموت. وبشوف إن حتى قيسن اللي كان دارس فنون الهالة لكسر التعويذات السحرية زي دي اعترف إنه ما شافش في حياته ولا حتى في آلة السب بتاعته سحر أوهام بالتعيد ده كله. ورايسن سأل قيسن بوضوح أنت ممكن تلاقي مخرج، وقيسن رد عليه بمنتهى الجدية وقال له دلوقتي مش شايف أي حاجة، بس لو ركز واستعمل قوته الكاملة ممكن يقدر، بس الموضوع هياخد وقت طويل جدا. ورايسن كان بيفكر في سره عن الفرق بين البطل زي قيسن اللي عنده قدرات خاصة وبين الشخصية الثانوية لأنه هو نفسه ما كانش حاسس بأي مخرج. وسأل روديا ليه عندها أي سحر تكوين عشان تقدر تخترق السحر ده، بس روديا اعترف بإحراج إنها كانت فاشلة في دراسة التكوينات السحرية لدرجة المدرسين بتوعها فقدوا الأمل فيها. ورايسن كان محبط من رد ده، بس فجأة ملامحه اتغيرت وقرر يلجأ لأسلوب أسهل وأقوى بكتير من السحر التقليدي أو فنون السيف. وقيسن استغرب وسأل رايسن هو ناوي على إيه وهو يقصد إيه بإنه يستعمل فنون القتالية. ورايسن رد بكل ثقة وقال إنه عارف الحل، وجسمه بدأ يطلع طاقة حرارية كبيرة وقال زي ما هو عارف هو اتعلم شوية حاجات في عيلة الجراندل. وقيسن اتصدم لما شاف الهالة طالعة من رايسن وصرخ وقال ده مش ممكن، وان الهالة دي هي نفس روح القتال الخاصة بملك القتال ماجنر وان هو ساحر فازاي بيستعملها. ورايسن قال له فعلا وان هو اللي علمه. وقيسن كان متحمس جدا وقال لرايسن انه عبقري حقيقي وانه اول مرة يشوف شخص قادر يجمع بين المانا وروح القتال مع انهم طاقتين عكس بعض تماما، وانه فخور بانه صاحبه. ورايسن قال في نفسه بان قيسن موجود يبقى هو يقدر يطلع طاقته كاملة من غير ما يخبي اي حاجة. ونظام طلع اشعار بتفعيل فن القتال المتوسط بقوة الجسم وروح عنده. ورايسن فعل تقنية روتانا السرية ل10,000 عضة وخرج هالة الذئب بتاعته ووجه ضربة قوية في نص الدائرة السحرية دي، والدائرة السحرية المعقدة اللي كانت محتاجة 24 ساعة عشان تتدمر اتدمرت في خلال 7 دقايق بس. وروديا وقيسن كانوا فرحانين جدا وبيشجعوه وهم مش مصدقين ان الكابوس ده خلص بالسرعة دي. ومن ورا الباب هانيكر كانت مش مصدقة وتقول ده مش ممكن وده مستحيل، وخبطت الرئة في الارض من الغيظ وصوتت في رايسن وبتقول اللي عمله ده جنون وانه ساحر واستعمل قوه قتال عشان يدمر ساحر. وانا كانت مستغربه من طريق كلام رايسن الواثقه وقالت ان واضح ان هو كان عارف ان ده مش تحدي بالنسبه له، وقررت تديهم هديه مكافاه على الترفيه الممتع اللي قدموه ليها. واستعملت السحر المكاني بتاعها ودخل رايسن يتاكد بانها مش مجرد تاجره وانها ساحره قويه جدا. وهي طلعت عشبه غريبه وقالت ليه هديه منها ليهم لانهم نجحوا. وظهر شعار من النظام يقول لرايسن بين العشب ده هو عشب المور النادر اللي مش موجود غير بصوره قليله في العالم بتاعهم. ورايسن اول ما شاف العشبه دي جاله ذهول وقال دي عشبه المور وانها مسكن الم قوته جباره لدرجه ان المحارب ممكن يكمل حربه حتى لو صفى اطرافه كلها او اتقطعت، بس مشكلتها الكبيره انها قويه جدا وعشان كده العائلات الثلاثه الكبرى منعتها تماما. وريسن استغرب وقال ازاي هانيكر ضد ورثه عائلات نبيله ماده ممنوعه زي دي وانها كده غبيه اما متهوره. وقيسن البطل المثالي رد بصرامه وقال لها الماده دي لازم تتصادر وتتدمر فورا. وريسن ابتسم وقال في نفسه ده متوقع عن بطل زيه. وهانيكر كانت مبهوره بذكاء رايسن وقالت له انه ذكي جدا وسالته لو متاكد بانه مش اكبر من سنه او هو خافي سنه الحقيقي، وانها بتظن انه عنده خبره كبيره على الرغم من سنه
ورودي قالت لها فعلا وان رايسن ذكي جدا، بس رايسن وكايسن كانوا حاسين في حاجه غلط، وقالوا ان هانيكر حقيقيه هي كمان مخبيه سنها. وهانيكر قررت توصلهم بنفسها لدنجن الحلويات. هم ماشيين في شوارع المدينه هي كدت عليهم ان اسمها سيلفيا هنا والمفروض هم ما يتلخبطوش. وكايسن سالها لو الناس تعرف ان سيلفيا نفسها هي هانيكر، وهي قالت له قليلين جدا اللي يعرفوا، وان هنا مجرد البنت الفقيره المكان ده. وسيلفيا وضحت لهم بان ورشه الحلويات دي مكان خطير جدا، لان صاحبها شخص فاسد ومجنون، وبانه يعرف حقيقتها ووجودها معاهم هو الضمان الوحيد لسلامتهم. وقالت له المكان ده هو النقط القليله اللي سلطتها مش واصله لها بالكامل، لان صاحبه غريب وقوي جدا. وهانيكر سالتهم بخبث عمركم سمعتوا عن الشارل رايان؟ ورايسون وكايسن استغربوا، خصوصا ان لقب رايان ده غريب على ودانهم اول مره يسمعوه. وفجاه رايسن اتجمد مكانه وصرخ وطلب انها تستنى ومش معقول يكون هو، وافتكر فورا مواجهتهم القديمه مع الذئاب البيضاء من كام شهر. ورايسن بعدها قعد يربط الخيوط ببعضها، وافتكر الساحر المظلم اللي لعن الذئاب البيضاء في الروايه الاصليه، وان الساحر ده قاله انه اسمه بلاك روز. والصدمه الحقيقه رايسن لما افتكر ان لقب عيله الساحر ده هو ريمون. وكايسن سال سيلفيا عن هويتها الحقيقيه قدام الناس، ورد بمنتهى البرود بانها معروفه بانها الحاكم القادم للحوض الشمالي، وانها تزود سيطرتها على المكان ده. وريسن استغرب هي ليه مخترعه شخصيه مش موجوده في الحقيقه اساسا زي البنت سيلفيا، بس هي ابتسمت وقالت انه مش لازم يعرف، وانها بالطريقه دي بتحافظ على هويتها. وانكر شاورت بعدها على شارع ضيق، وقالت ان ورشه شارلوت على بعد 5 دقايق من هنا. وريسن وكايسن اصطدموا من المنظر وهم ماشيين، وان السكان هنا شكلهم ضعيف جدا وعباره عن جثث هامده، وبعدين شربوا حاجه بتطلع دخان اخضر. وواحد قرب منهم وعرض عليهم الماده دي وسالهم انهم عايزين يشتروها. وكايسن كان متعصب جدا من المنظر ده، ودخل يسال نفسه ليه ابوه سايب مكان زي ده في الارض بتاعتهم من غير ما يطهرها. وسيلفيا ردت بسخريه على كايسن وقالت ان عيله الساد بتدعي بانها النور في العالم ده، بس حتى النور محتاج مكان يرمي فيه الظلام بتاعه، والمكان ده اتجمع فيه الناس اللي ملهمش مكان يروحوا فيه واللي اتخلوا عن كرامتهم. وبتقول له انها شايفه ان وجود الناس دي مع بعضها بيخلي المجتمع النظيف بره يشتغل بسلاسه. وقالت له لما النور والظلام بيختلطوا النور دايما بيطرد الظلام، ولكن مش معنى كده ان الظلام هيختفي. ورئيس فهم اللعبه وان آلة ساد مش عايزين اماكن مشبوهه في قلب اراضيهم، فجمعوا كل المنبوذين والحقيرين زيهم وحطوهم هنا في الحوض الشمالي. وادرك ان جارسيا بعت كاسيان لهنا عشان يشوف الدنيا التانية اللي هو مش عارف عنها اي حاجه، ويتعلم حقيقه العالم ده قبل ما يحكم العيله. وهانيكارون ماشيين لاحظت ان قيسن غرقان في افكاره ومصدوم، بس رايسن هادي جدا كانه عارف ده كله من زمان. وهانيكار بصت لرايسن وقالت له انت ملامحك بتقول انك عارف كل حاجه، هل انت جيت هنا قبل كده؟ وراسل رد برود وقال لها دي اول مره، بس هي ما صدقتوش وطلب منه يكون صديق معاها لان هدوءه ده مش طبيعي الواحد في سنه. ودنيت ترى رايسن بشك وقالت له انها شاكه في عمره الحقيقي زي ما قالت له، وبتقول له انها شكلها اصغر منه بحوالي 170 سنه وانها بتظن ان عمره اكبر من كده بكتير. وراسل ورودي اتصدموا وقالوا عمرها 170 سنه، يعني ظنوه كان حقيقي وانها عايشه من عصر تاني نهائيا. وراسل قال لها انه شكله زي سنه وانه عنده معلومات كتيره وبس، ودان يفكر ازاي هانيكر بالسن ده وما عرفش عنها اي حاجه. وهانيكر رفض بعدها واتضرب مبنى ضخم شبه المصنع واعلنت انهم وصلوا خلاص وان دي ورشه حلوى السحاب. وراسل بص المبنى وبيفكر وبيتسائل لو هلاقي عش تنين البرق هنا. وفي نفس الوقت كان ألم التورط مع ريمون المرتبط بالمشعوذه بلاك روزا. وهانيكر خبرت على الباب ده بشفره معينه وبيتفتح وطلع من راجل ضخم ولابس نظاره غريبه على عينه. اول ما شافهم قلب لهجه مقرفه، اخيرا قررت تبقى الدميه بتاعته. وراسل عرف فورا ان ده تشارلز ريمان، وكاسن وروديا عرفوا من ريحته وقال ان هو قذر جدا. وفجاه هانيكر اتحولت شكلها الطبيعي وقالت له برود بيتكلم معاه باسلوب احسن من كده يا اما هتقطع لسان القذر ده، وانه كده بيهينها قدام ورثه النبلاء دول. وكايسن بدا يخاف وبصص لتشارلز وقال في نفسه ان الراجل ده مش طبيعي وانه قوي جدا. وراسل كمان حس بان تشارلز ده عباره عن وحش قوي جدا قدامهم. وتشارلز هدد هانيكر بانه يحولها لدميه لو هي ما سكتتش، وردت عليه بمنتهى السخريه انه لو يقدر يجرب بس المفروض هو يستعد لان راسه هتقطع هنا. وفكرته بالمهزله اللي هو عملها في ريفيدون. وراسل هنا ربط الخيوط ببعضها وعرف ان موضوع الدمى ده ليه علاقه مباشره ببلاك روزا. وتشارلز اتهم هانيكر بانها مش اقل منه وانها مجرمه برضه، وردت عليه بقسوه وقالت انه محترم عنه
وإن على الأقل ومش كان بيهجم على القرى ويخطف الأطفال منها عشان يعمل عليهم التجارب بتاعته، وتسأله لو مكسوف يقول الحقيقة عشان ورثة النبلاء اللي واقفين يتفرجوا عليهم. وتشارلز فقد أعصابه وانفجرت منه هالة خضراء مرعبة وبيصرخ وقال لها إنها عجوزة ملعونة وإنه يقتلها دلوقتي. وفي لحظة المكان اتحول لساحة حرب وإن كل واحد فيهم خرج الطاقة بتاعته، ورئيس راقبهم وحس إنهم على بعد خطوة واحدة من معركة مدمرة هتحصل هنا، وعرف إنه لازم يتدخل. وهانيكر بتبص لتشارلز وبتقول له إنه غبي وإنه عارف إنه ما قدرش يلمسها أساسا، وبصت في العصار رايسن ودنتها تراقبه. ورئيس فكر وفهم هي قصدها إيه، وإنها بتطلب منه يقطع على تشارلز اللي هو عايز يخلص المهمة اللي هو حضر عشانها، وقول إن عشان كده هي بتحاول تظهر جرائم تشارلز عشان تدي المبرر إنه يقضي عليه. ورسم في لحظتها بنادى على هانيكر ولأنه واضح من كلامها إنها عايزاهم يقتلوا تشارلز حالا. وتشارلز اتصدم أول ما سمع كده، وهانيكر ضحكت وقالت له إنه واضح إنه ذكي وإنها فعلا عايزاه يعمل كده. وتشارلز اتعصب وده نشف في هانيكر وسألها ليه نسيت الوعد بتاعهم وإن كان ما بينهم اتفاق، وهي ضحكت وقالت له فعلا وإنها مش قالت إنها تقتله عشان الاتفاق ما بينهم وإنها تخليهم هم اللي يقتلوه. وتشارلز بتعصب ويقول لها المفروض ما تنساش إنه كان مانع نفسه بس عنها عشان الاتفاق ما بينهم، ولكن دلوقتي هيتم عقابها. ورايسن العين السماويه بتاعته بتبدا تظهر له الجرائم الخاصه بتشارلز، وإن واضح ان كاسيان وكمان العين السماويه بتاعته بتظهر له برضه اللي حصل. ونظام بعرفه ان تشارلز لعب العلب بتاعته على بلاك روز وانه حاول يجندها لصالحه، ولكن لما فشل هو هجم عليها وقتل امها واختها الوا، وان عشان يهرب منها ويتفادى القضاء عليه من انتقامها هو هارب من المنطقه دي. ورسن كان مستغرب وان طالما كان متخفي هنا فهل هو مش اخفى هويته او اسمه الحقيقي، وبيقول ده معناه حاجه واحده وان ده مش مجرد تخفي وده عباره عن فخ وعشان هو يجذب بلاك روز المكان ده ويقبض عليها. ورسم بيروح لهم ويقول لتشارلز انه مجنون وان كمان واضح انه عمل فخ كبير في المكان ده من احساسه بالمانع الموجوده في الورشه، وبيقول له ان الفخ ده مش معمول عشانهم لان المانع موجوده هنا معده خصيصا لاستعمالها ضد مشعوذه. وشارلز بيضحك ويقول له فعلا وانه عاملها عشان يصطاد بيها بلاك روز وانه بينشر اسمه في كل مكان عشان هي تحضر هنا وهو يقبض عليها. وكاسم بيكون مستغرب وبيساله هو عايز يعمل كده ليه وانه مش فاهم، وشارلز بيقول له ملوش دعوه وده امر ما يخصوش ودي مهمه هو لازم يكملها. ورسم بيقول انه محق وانه برضه مش عايز يعرف وانه عايز يخلص منه وخلاص، وبيساله لو هو يعرف اي حاجه عن الذئاب البيضاء. وشارلز بيستغرب وبيساله الذئاب البيضاء دي، ورسم بيقول انه مباشره تحول له ذئاب وان كانت حادثه مشهوره هو اتعامل معاها. وشارلز بيكون مستغرب ويقول له انه ما يعرفش، وبعدين بيضحك وبيساله لو معنى كده انه يعرف بلاك روز وهل هو عنده معلومات عنها. ورسم بيقول له انه عنده معلومات عنها فعلا وان بلاك روز بتستعمل اسم مستعار اسمه شارلز ريمون زي الاسم اللي بيستعمله برضه، وان معنى كده ان في 2 شارلز ريمون دلوقتي قدامه والاتنين اعداء، فهل دي مجرد صدفه؟ رايسن بيتدخل في لحظتها وبيحرك قوته ويقول لرايسن انه مش محتاج يعرف ايه الصدفه دي او عايز منه تفسير، وان الحاجه الوحيده اللي هو عايزها هو القضاء عليه عشان يدفع ثمن افعاله. وهانيكر بتراقبه وبتدنا تضحك وبتقول ده هيكون مثير وهنا عايزه تعرف ابن عيله الساد هيعمل ايه. وتشارلز بيحرك قوته ويقول لقايسن انه كانش يعرف انه ابن عيله الساد وان ده يكون تسخين مناسب بالنسبه له وان بقاله فتره ما استعملش قوته. وقايسن بيروح في لحظتها عشان يهجم على تشارلز وبيستعمل الشكل الاول للسيف الموجه القاتله وبيهجم على تشارلز بكل قوته وبيصوف جسمه. وتشارلز بيكون مصدوم وبيصاب بطريقه كبيره وبيقول ده مستحيل وان سرعته كبيره جدا وما توقعهاش. ورسم بيراقبه وان قايسن قوي جدا وان واضح ان هو اتطور بطريقه كبيره في الفتره اللي فاتت. وتشارلز بيراقبه ويقول انه يقدرش يموت بالطريقه دي، وفجاه هو بيختفي من قدام قايسن وبيبدا انه يضحك وبيقول له انه مش ولد سيء وان قوته مناسبه، وبيظهر على الحيطه وبيقول له انه كان قرب يقتله ولكنه يكون محرج جدا اللي هو مات عليه طفل زيه. قايسن بيراقبه ويقول له انه واضح انه ساحر وانه كمان مش مجرد ساحر طبيعي وانه ساحر حرب. وراسم بيراقبه وان تحليله صحيح وانه ساحر حرب وان التقنيات دي خاصه بيهم. وقاسم بيحرك قوته بعدها وبيستعمل الشكل الثاني للسيف وبيهجم عليه باغنيه النصل. وراسم بيراقبه ومستحيل وانه عارف الاسلوب ده وان ده اسلوب السيف الخاص بعيله الساد السري وان ده اسلوب بيستعمل بس للقضاء على السحر والصحراء. واللي في حياته السابقه قايسن استعمل الاسلوب ده عشان يقضي على عيلته ويمه عشان يكون الشخص الاقوى في العالم. وشارلز بيستعمل قوته وبيهجم على قايسن وبيقول له ان مفيش فايده من الاسلوب ده ضده لانه يقدر يتفادى هجمته بسهوله.
وقيسن بيقول انه غبي وان سحر الفضاء بتاعه مش هينفع ضد النصل القاتل للسحر، وبيجي بيلف الحصان بكل سرعته وبيقدر يشق جسمه ويتخلص منه، وبيقول له ان دي نهايته. وهانيكر بيترعب اللي حصل وبتقول مستحيل وانه فعلا قدر يقضي على شارلز وانها كانت عارفه انه قوي ولكن مش بالطريقه دي. وقيس راح بعدها هجم على شارلز تاني عشان يتاكد انه قضى عليه، وبيقول له انه حقير وكان لازم يدفع ثمن جرايمه. وقيسن بيرفع سيفه بعدها ضد هانيكر وبيقول لها انه كان عايز يعاقبها زي الوقت ده، ولكن للاسف فيها جرايمها مش تاركه نفس المستوى بتاعه، وان عشان كده لازم تكون حذره منه لانه مش هيسيب اي شر في العالم ده بدون عقاب. وبيقول لها انه هيسيبها حاليا عشان الرئيس محتاجها، ولكن هو لو سمع بالمنطقه دي ما اتطهرتش قريب هو هيرجع ومش هيسيبها تخطى حدودها ابدا. وهانيكر بتراقبه وبتحرك قوتها ودانا تضحك وبتقول لقيسن انه ولد جريء جدا، وبتقول له بس هي عندها سؤال واضح ليه وان ابو جارسيا نفسه سيبها تعيش وتمه هنا، وهو بيعتقد انه عنده المقدره او الحق ان هو يقتلها وان هي الظلام اللي عيلته كان بيربيه من زمان. وبخلص هنا ملخص الجزء الثامن من هاوا. وزي الفيديو هانيكر قالت انها عندها كام سنه، عرفني في الكومنتات. ماشي صلاح والاشتراك. سلام.